هنتعلم مع بعض النهاردة الكوسة بالبشاميل الرهيبة ديّة اللي هي البشاميل كده نازل منها ومليانة لحمة مفرومة ومعلقتين 2 بس لحمة مفرومة. على فكرة الوصفة دي الناس اللي مش بتحب الكوسة، أنا اكتشفت بنتي مش بتحب الكوسة، بس كلت منها بسم الله ما شاء الله كمية كويسة جدًا. هنبدأ مع بعض في الوصفة النهارده، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة، لما تشتركي في قناتنا هنوفر عليكِ كتير أوي. أكلاتنا كلها معظمها اقتصادية، وهنعمل أكل المطاعم كمان بتكاليف من البيت. ويلا بينا نبدأ على طول. أنا ابتديت طبعًا أول حاجة حطيت شوية سمنة كده في الحلة، وجبت بصلاية مفرومة فرمتها ناعم، اديتها تشويحة خفيفة جدًا، يعني يا دوبك كده دبلتها بس. بعد كده جبت الكوسة قطعتها، أنا باحب الكوسة تكون صغيرة عشان بقى ما اقعدش اقطعها كذا حتة وتتهري مني وكده، لأ بانقيها صغيرة، وباتعمد إن أنا أنقيها خضرا لأن الكوسة الخضرا دي فوايدها بتبقى أعلى من التانية الصفرا، لأن نسبة الكلوروفيل اللي في النبات فيها بتكون عالية، فبتكون فوايدها أكتر. حطيت عليها شوية فلفل أسمر، أنا مش هاملّحها دلوقتي عشان ما تنزّلش المَيّة بتاعتها في الحلة. وبعد كده غطيت عليها، سِبتها تستوي كده على نار هادية، وكل شوية تتابعيها لإن إحنا مش حاطين لها مَيّة ولا أي حاجة. دلوقتي بقى أنا جبت لتر إلا ربع تقريبًا من اللبن، وده كيس خلطة بشاميل جاهز، جبته كده ودوّبته في نُص كوباية مَيّة. أنا باعمله بطريقتي بصراحة، لمّا باحط اللبن على البشاميل وأقعد أرفع على النار وابتدي أقلّب، باحس إن أنا باخد وقت ومجهود كتير جدًا، إنما أمّا باسيب اللبن كده يسخن لحد ما يقرّب يغلي، وبعد كده أنزل عليه بالبشاميل المتدوب، بالاقيه تقل معايا بسرعة، ما بياخدش في إيديّا 5 دقايق تقريبًا وبيكون استوى. بابتدي بقى إن أنا أقلّب كده، هو المفروض الباكو بياخد لتر لبن، لحد ما تقل معايا زي ما أنتِ شايفة كده. ولازم يغلي علشان ما يبقاش فيه طعم النشا. بصوا لازم يعمل الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي. مش هنسيبه كتير على النار بعد ما يغلي، وطبعا رفعناه وسبناه يبرد. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اعمل العصاج اللي هو بمعلقتين لحمه مفرومه، وكانت مليانه لحمه مفرومه على فكره، علشان المكون اللي احنا هنحط زياده. انا اول حاجه طبعا بحط اللحمه المفرومه، المعلقتين دولت يعني نص ربع كيلو، يعني تقريبا تمن، والتمن التاني عملت بيه وصفه تانية. في الايام اللي احنا فيها دي يا جماعه محتاجين ان احنا ناكل ولادنا كل حاجه، بس برضه محتاجين إن إحنا نوفّر لإن كل حاجة غليت جدًا. لو أنتِ عندِك لحمة مفرومة أكتر بألف هنا وشفا حطّيها، ممكن تستغني عن المكون اللي أنا هاحطه. حطيت معاها معلقة فلفل أسود، ده شكلها كده بعد ما اتشوّحت وفكِّت من بعضها. حطيت عليها بصلاية يا دوبك بصلاية كده متوسطة. المكون بقى اللي جاي معانا دوّة اللي هو البرغل. البرغل يا جماعة فوايده عالية جدًا، اعملي كده search على جوجل هيطلع لِك فوايد بتاعته، مليان فيتامينات، ويعني أنا قُلت يعني كل دوّة سبحان الله في حاجة متوفّرة عند أي عطّار، ومليانة فوايد ومليانة فيتامينات وحديد يعني حلو جدًا، مش إن هو مثلًا إحنا حاطين حاجة وخلاص كده بنغِش بيها لولاد اللحمة لأ. أنا نقلتهم في طاسة كبيرة شوية، خدي بالِك أنتِ كل ما هتشوّحيه كل ما هتحسّي إن هو بيلزق منِّك كده شوية، فأنتِ حاولي إن أنتِ تبتدي تقلّبيه يعني ما تسهيش عنّه عشان ما يلزقش. دي بقى الكوسة، بُصّي أنا بادخّل فيها المعلقة بالعافية، أنا مش عايزاها تتهري يا جماعة، هي يا دوبك بس كده بتاخد نُص سِوَى. ودلوقتي بقى هاحط عليها الملح، بعد ما طفيت من عليها النار أصلًا، عشان كده بُصّوا ما نزّلتش مَيّة كتير، وكانت حلوة كده ومستوية ومالية مركزها. لو كنت حطيت الملح من الأول كنتوا هتلاقوا الحلة دي كلّها كده مليانة مَيّة، وأنتِ مش عارفة تودّي المَيّة فين وهتفقد الفوايد بتاعتها، لأ أنا باحط الملح في الآخر. دلوقتي بقى جبت القالب بتاعي كده، وابتديت إن أنا أحط فيه رق من البشاميل، رق كويس يعني مش قليل، ومش كتير برضه، زي ما أنتم شايفين معايا كده. وطبعًا اللحمة المفرومة أنا تبّلتها بقرفة وجنزبيل وملح وفلفل أسود،
قرفة وجنزبيل وملح وفلفل اسود، دي كانت توابل اللحمة المفرومة بس. ممكن تستغني عن القرفة والجنزبيل يعني، لان انا بصراحة بحب الوصفة دي تبقى بملح وفلفل اسود وبس، ما بحبش فيها كتر توابل. بحس كده ان اللحمة مع البرغل مع الكوسة مع البشاميل اللي فيه توابله اصلا. وعلى فكرة انا ما حطيتش على البشاميل اي حاجة لانه كيس جاهز. طب لو ما عندكيش جاهز هتعملي ايه؟ هتجيبي 3 معالق من السمنة وتشوحي فيهم 3 معالق من الدقيق، وتبتدي ان انت تحطي عليهم اللبن. عايزة تحطي لتر لبن تمام، نص لبن ونص شوربة لو مش متوفر عندك برضو تمام. وبرضو هتتبليهم بمكعب مرقة لحمة بقى، لان احنا النهاردة بلحمة، او مكعب مرقة دجاج مفيش يبقى ملح وفلفل اسمر وشعرة قرفة وبس كده. ما تحطيش اي حاجة تانية على البشاميل اللي هو اصلا طعمه كفاية. انا بقى ابتديت اوزع اللحمة المفرومة مع البرغل. صدقوني ولادي ما اكتشفوش خالص ان فيها برغل ولا اي حاجه. هما لما بيستووا مع بعض كده بيمتزجوا كده، وكده كده البرغل بيبقى له قوام وشبه قوام اللحمه المفرومه. فكله مع بعضه بجد كان ميكس رائع. لازم بجد بجد تجربوا الوصفه دي، حلوه قوي وشهيه وموفره. ولو ولادك مش بيحبوا الكوسه صدقيني هيحبوها، لان الاطفال كلهم طبعا بيحبوا البشاميل، بيحبوا كمان العصاج بتاع اللحمه المفرومه، والكوسه هتبقى شاربه من كل ده. فصدقوني حلوة جدًا. أنا بقى كنت مسخّنة الفرن قبلها. إحنا ليه يا جماعة بنسخّن الفرن قبل ما نحط الحاجة؟ عشان خاطر ما لمّا تخش الفرن كده ما تقعدش تنزّل مَيّة كتير لأ، تخش كده تاخد التشميعة الحلوة دي وتطلع. لاحظوا إن كل المكونات تقريبًا مستوية. الكوسة على فكرة برضه تعتبر مستوية، هتاخد بس بقية سواها في الفرن. فأنا بقى ابتديت أساوي كده، وأنا طبعًا باسخّن الفرن دلوقتي على درجة حرارة متوسطة مش عالية، قبل ما أشتغل في الصينية، بحيث إن أنا باشتغل في الصينية 10 دقايق مثلًا يكون الفرن سِخن. هابتدي بقى إن أنا أساوي كده. ولو عندِك جبنة موتزاريلا يعني يا ريت، لو عندِك جبنة شيدر، رومي، بارميزان، عندِك ميكس من الجبن دي كلها يبقى كويس جدًا. مش هتحطي جبن خالص، ما عندكيش جبن خالص، ما توقّفيش نفسِك على حاجة، حطيها في الفرن هتطلع معاكِ جميلة. ممكن ترُبّي بيضة كده بنقطة نقطة لبن صغيرة خالص، يعني ما تعوميهاش في اللبن، وممكن من غير لبن كمان. تبتدي إن أنتِ تدهني الوش. دخلتها الفرن خدت معايا نُص ساعة ل5 دقايق تقريبًا، طلعت بالشكل الرهيب ده مع شوية كده رز بشعرية. بجد جربوها تدعوا لي. وبس كده أنا خلصت. شكرًا على حسن متابعتِك، وما تنسيش تحطي اللايك بتاعِك، وإن شاء الله نتقابل في وصفات تانية برضه تكون موفرة ولذيذة.